من الأخطاء اللي أنا ومتأكد إن غيري كتير وقع فيها، ولو تجنبناها هتساعدنا كتير جدًا في شغلنا. الغلطة دي هي التخمين أو افتراض نوايا الآخرين. لو جالك إيميل من مديرك بيقول لك رد على الإيميل ده بسرعة، إيه الظن والتخمين اللي ممكن يكون بييجي في بالي؟ أوقات كتير أو معظمنا بييجي في باله إن مديره بيعمل كده علشان يضغط عليه أكتر في الشغل. لو واحد من زمايلي دخل المكتب وما قاليش صباح الخير، أيوه يبقى هو بيعمل كده، يبقى أكيد بيحضّر لي حاجة معيّنة أو أكيد إن هو شايل منّي علشان الموقف الفلاني. الغلطة دي بنسميها افتراض نوايا الآخرين أو التخمين، إن الواحد ساعات تفكيره ودماغه بتروح أبعد من الظاهر ومن الحقيقة اللي حصلت فعلًا. مشكلة الموضوع ده إن هو بيدخّلنا في مشاكل كتير وكمان بيدخّل كتير من وساوس الشيطان وبيحاول يوقّع ما بين الناس وما بين بعض. فبكل بساطة لو مديرك بعت لك إيميل وبيقول لك رد على الإيميل ده بسرعة، هنا المفروض اللي يجي في بالك إن مديرك مستعجل وبس، دماغك ما تروحش أكتر من كده. لو واحد من زمايلك دخل وما قالكش صباح الخير، هنا مش لازم تروح أبعد من كده ولا تفترض حاجات كتير، ولكن لو بكل بساطة حيران ومش عارف تعمل إيه، روح اسأله وقول له مالك أنت النهارده وأنت داخل المكتب ما قلتليش صباح الخير. مهم جدا في تعاملاتنا اليومية في شغلنا وفي حياتنا الشخصية إن إحنا نتعامل بالظاهر وبس، دماغنا ما بتروحش بتخمينات وافتراضات أكتر مما يتحمله المواقف. وده أكيد هيساعد الواحد إن هو يكون أكتر إيجابية في شغله وكمان أكتر إنتاجية.